السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير يا ربي واحوال طيبه وصحه جيده. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ونهار جديد. الفيديو ديال اليوم غنقترح عليكم ثلاثه الاقتراحات لتزيين طبله العيد او فطور العيد. اول اقتراح اللي كتشوفوا كيك البروكيز اللي خليط جوج في واحد، خليط البراونيز والكوكيز. وثاني اقتراح هما طاغط بالكوكيز اولا بعجين الكوكيز اللي كيجيو لذاذ وغادي يعجبوا وليداتكم ان شاء الله. واخر اقتراح اللي هو بطبوط ملوي بطريقه سهله، ندهنوه بزبيده وعسيله، بصراحه كيجي لذيذ. ونبداو على بركه الله نشوفوا اول وصفه. غادي نبداو بوصفه البطبوط اللي حاجتنا فيها بنص كيلو ديال الفورص اولا جوج زلافات ديال الفورص، مع زلافه مع مرج ديال الفينو، معلقه سنيده، جوج معلقات ديال النيدو، ومعلقه ديال الخميره، ديال الخبز والملح والمدافي. العجينه غادي نعجنوه عادي بالطريقه عاديه ديال البطبوط كيف ما كتشوفوا. السر ديالو هو ان كيجي فيه هنايا الفورص غالب على القمح. غادي نبقى نعجن وندلك، نعجن ونزيد الماء، عفوا نعجن ونزيد الماء حتى نوصل على لا تكستور، نحصل على لا تكستور العاديه، ما يكون مرخوف، ما غادي يكون قاصح كما كتشوفوا. غادي نخليها ترتاح واحد 5 حتى 10 دقائق لان فيها الخميره ما نفوتوش كتر. صافي وغادي نحيدوها. غادي نقسمها انا هنايا، غادي ندير هنا بطبوطات اللي صغار، نتوما تقدروا ديروهم كبار، انا كنفضل نديرها صغيره باش ما يبقاش لي هكا البطبوطه يقسموا منها ويخليوها. تقريبا هنا درت 16 بطبوطه، قطعتهم هكا كرات اللي صغار. صافي وغادي نغطيهم، غادي نخليهم غير واحد شويه على ما نوجد هكا الزبده وداكشي باش غادي نقرص. كما عارفين راه فيهم الخميره حيت هادو بخمير، غادي يخمروا، ما غاديش نقدروا نخليوهم بزاف. صافي غادي نديرهم هكا في بلاطو، غادي ناخذ الزبده غادي ندوبها، وغادي ناخذ الفينو باش غادي نقرص، والزيت حتى هو. داك الزبده اللي دوبت غادي نضيف عليها خماره كيف ما كتشوفوا، غادي نخلطها ونحتفظ بها جانبا. وغادي الفينو كما قلت لكم. صافي غادي ناخذوا الكره الاولى غادي نقرصوها. نحاولوا اننا ما غنورقوهاش بزاف، ماشي بحال المسمن ملوي لان هذا مخمر. غادي نحاولوا نخليوها شويه تبقى هكا غليظه، ونحاولوا ما نقطعوهاش، نخليوه يرتاح غير 5 دقائق باش نقدروا نتغلبوا عليه. صافي وغادي ناخذوا الزبده غادي ندهنوا، غنرشوا بداك القمح اولا الفينو، غادي نرشوا به وغادي نربعوها على شكل مسمنه، غنديروا مسمنه مربعه كما موضح في الفيديو. صافي وغادي نطويها ونخليها في البلاطو، وغادي نبقى غاده بحال هكايا. نهز الحبه الثانيه حتى هي او الكره الثانيه نفس الشكل كيف ما كتشوفوا معايا. ناخذوا الزيت، ما نديروش الزبده لان الزبده غتقطع لينا العجين، كنقرصوا بالزيت هو الاول. ونحاولوا نخليوها غليظه كما قلت لكم، ما نديروش مرقه بحال المسمن. صافي وغادي نلويها على 4 بحال المسمنه عادي، وغادي نحطها في البلاطو اولا في الصينيه، وغادي نخليهم حتى نكمل القياس اللي عندي كامل، داك 16 كره كلها عفوا نكملها ونرجع نبدا عاوتاني من اول كره. هنا فين هنا فين كاين السر باش نديروه هكايا ملوي. ما غاديش يبقى بحال هكايا مربع، باش نعطيه داك الطريقه بحال بطبوط ملوي. غادي ناخذ الكره اللي اول وحده اولا مسمنه اول وحده كما كتشوفوا، كنجمع داك الجناب هكا بربعه ونزيد نجمع الوسط. صافي وكنشدو نديروه في الوسط هكايا ونجمعهم ونردو على شكل هكا كره دائريه. نتمنى تكون واضحه لكم. كما كتشوفوا كنجمع داك الخليط اولا داك العجينه عفوا كنجمعها الوسط. انا غادي نعاود معكم واحده اخرى. كناخذوا المربع ديال البطبوطه اولا المسمنه، كنقرصوها غير شويه، نجمعوا الحواف الربعه الاولين، وعاد كنرجع لهداك التحتاني ديالها وكنجمعها ديال ما بين كل حافه وحافه. صافي غادي نجمعها وندخلها في بعضياتها ونبقى باستمرار حتى نكمل الكميه ديال البطبوط اللي عندي كامله. وغادي ناخذوا الفينو هو اللي غادي نقرصوه فيه، غادي نقرصوه شويه، ما نقرصوش رقيق بزاف وما نخليوش غليظ، يعني القياس اللي غادي نبغيو فيه داك البطبوط ما يكونش غليظ وما يكونش رقيق، متوسط. صافي انا غادي نستمر حتى نقرصو كما قلت لكم هكا بالفينو. انا كما كتشوفوا راه درتهم صغيورين، تقدروا نتوما تقسموا ديك الكميه غير على 8 ولا على 6 ولا 10 وديروا اللي ديروا القياس اللي بغيتو. انا كنفضلهم هكا صغار كتجيني حسن، داك اللي بغى هكا وحده كيقدر انه يكملها.
صافي غادي نحطهم في لاطا. انا كيف ما غادي تشوفوا معايا هنا درتهم في لاطا ولا بلاطو، عفوا لاطا، وفرقتهم بالبابي سوفيغيزي. هكا كتجيني احسن من انني ندير الزيف لان فيه الزيت. صافي وغادي نخليه يخمر. بعد ما غادي يخمر، هنا ضروري نخليوه يخمر الخميره العاديه. بعد ما غادي يخمر غادي ناخذوا مقله، غادي نسخنوها ونبداو نطيبوه الطياب العادي ديال البطبوط كما كنطيبوا البطبوط عادي. كنحطوه على الجهه الاولى غير شويه يبدا يبان لينا هكايا جاي يتنفخ. صافي وغادي نقلبوه ونبقى مستمره نقلب. هذا هو السر باش البطبوط يجي هكا منفوخ كما غادي يبان لكم. راه يبان لكم كيتنفخ وكيتحل. صافي وغادي نحمرو من الجناب، نبقى مستمره نقلب فيه حتى يطيب. راه كتشوفوا معايا ها هو كيتنفخ هكا، كتفرق داك البطبوطه. صافي وندوروه على الحواف باش نطيبوا داك الجناب ديالو حتى هما يطيبوا. صافي ونبقاو مستمرين حتى نكملوا الكميه ديال البطبوط كامله. هذه طريقه سهله احسن من الطريقه اللي كنديروا. هي بصراحه الطريقه العاديه الاعتياديه ما كاينش محسن منها، ولكن هذه طريقه سهله باش كنسهلوا علينا دغيا دغيا يوجد. وتقدري حتى لصباح العيد هكا وبغيتي تصاوبيه تفيقي شويه بكري على وليداتك قبل وليداتك وتصاوبيه على حسب اللي بغيتي. حتى في الكونجيلاتور راه كتبقاي تجبدي القياس غير تخرجيه قبل. صافي ودهنيه باش ما بغيتي بزيت العود والعسل اولا. المهم انا كنفضل زبده وعسل. صافي ونتمنى الوصفه الاولى تعجبكم. وكتبقى هذه من اسهل الطرق اللي نقادو بها المخمار ملوي اولا بطبوط ملوي. هي بصراحه الطريقه ديال جداواتنا ومواتنا لا يعلى عليها، ولكن المهم هذه طريقه مختصره وحتى هي كيجي بها لذيذ. ونتمنى اللي جرباتو تخلي لي الراي ديالها في كومونتير، وما تنسينيش من لايك، ولا كنتي مازال ما اشتركتيش في القناه اشتركي باش يوصلك كل جديد. ندوزو للوصفه الثانيه اللي غادي نخرجوا منها جوج وصفات. الوصفه الاولى اللي كما كتشوفوا هي الكيك بروكيز، جوج في واحد. غادي ديروها بخليط الكوكيز اللي غادي نخرجوا منه دي طاغط اللي غادي تشوفوا معايا، طاغط صغار ديال الكوكيز. والطبقه الثانيه غادي تكون طبقه البراونيز. بصراحه كتجي كيكه اللي لذيذه وبنينه وتستاهل، واخا شويه هكا فيها المقادير ولكن ما بها باس. هكا اعياد مناسبات مره نفرحوا بوليداتنا نفرحوا براسنا، نقادوا واحد الحويج اللي بحال هاد الحويج ما غاديش نديروهم كل نهار. وكذلك الا كان شي ضيف عزيز وغالي علاش لا ما نفرحوش به. وندوزو تشوفوا معايا، نخليكم هكا نشوفوا الطريقه ديال التحضير ونتمنى تعجبكم. بسم الله على بركة الله. بالنسبة للطبقة الأولى اللي هي تورتة الكوكيز، حاشنا ب 500 غرام ديال الدقيق الأبيض، 125 غرام زبدة من أصل حيواني، زوج حبات ديال البيض. عندي هنايا تقريبا 4 معالق ديال بيكربونات الصودا، معلقة مع مرش ديال خميرة الحلويات، كأس إلا ربع ديال السكر سنيدة وكيبقى على حسب الذوق، حبيبات ديال الشوكولا. عندي 4 معالق هنا ديال روحة الفاني وقبصة ملح. غادي نضيف هكا الدقيق، غادي نضيفوا لي داك النواشف كامله، غادي نحركو هكا بالفوي، وغادي نضيف البيض والزبده، وغادي نبدا هكايا هكا نجمع فيه، ماشي نعجنو بحال غير كنبسبسو هكايا. من بعد غادي نحتاجو غادي نضيفو الشوكولا هو الاول. غادي نبقى مستمره نجمعو. غادي ناخذ 4 كاس ديال الماء هو باش غادي يجمع ليا داك العجين. غادي نحاول انني ما نعجنوش، غير نرملو نجمعو هكا مرمل بحال عجين الكيش وعجين ديال لاطاغط عفوا. هنا انا مضوبله المقادير حيت بغيت نخرج منه جوج هكا جوج اشكال. الاول اللي هو الطبقه الاولى ديال كيك بروكيز، والثاني اللي هو لي طاغط ديال الكوكيز. المول هكا داير اولا على حساب اللي بغيتو. انا فرشت لي هاد البابي سوفيغيزي غير باش يسهل عليا انني نقلبها او نديمو ليها. غادي نطلقو هكا داك العجين مبسطه هكا نبسطوها على المول، وغادي ندوزو للطبقه الثانيه اللي هي طبقه البراونز. حاجتنا ب 200 غرام ديال الزبده حيوانيه، عفوا 100 غرام، انا درت غير نصف المقادير. 100 غرام زبده حيوانيه، زوج بيضات، عندي حبيبات الشوكولا وقليل من الكركاع، عندي 100 غرام ديال الشوكولا، عندي هنايا معلقه صغيره مع مرش ديال قهوه سريعه الذوبان، عندي هنايا روح ديال الكراميل. هنا عفوا انا حاجتي غير بكاس واحد ديال الدقيق لان درت غير نصف المقادير، وعندي كاس الا ربع ديال السكر سنيده، ودائما السكر على حسب الذوق. اول حاجه غادي نبداو بها غادي نديرو داك الزبده
والشوكولا يذوبوا. غادي ناخذ هكا بول، غادي ندير فيها سكر سنيده مع الفاني مع نيسكافيه، وغادي نزيد عليهم داك الشكلاط والزبده بعد ما دابوا، وغادي هكا نضرب بالفوي حتى نتاكد ان السنيده هكا دابت وتجانست ليا مع الشكلاط. غادي نضيف من بعد بالبيضه ونحرك بالزربه لان هنا الخليط غيكون عندي هكا شويه دافي. من بعد غادي نضيف غير كاس واحد ديال الدقيق، انا حطيت هنا 2 كيسان وانا حاجتي عفوا غير بكاس لانني درت غير نصف المقادير. صافي هكايا غادي نضيف الكاس ديال الدقيق كيف ما قلت لكم، غادي نضيف داك القبيصه هكا ديال الملح باش نعادلو الذوق. من بعد غادي نضيف حبيبات هكا ديال الشكلاط والكركاع اللي كيبقى اختياري، تقدروا تكتفيو بالشوكولا بوحدو او هكا الكركاع بوحدو على حساب اللي بغيتو. مي كيما عارفين ان البراونيز اللي كيميزها هو داك الكركاع اللي كنضيفوا ليها. غادي نخلطها هكا مزيان حتى نتاكد انها تخلطات كيف ما كتشوفوا. هذا هو القوام اللي بغيتو هكا يكون في هذا البراونيز. صافي هنا غادي نضيف داك الكركاع والشوكولا كيف ما قلت لكم، الكركاع اللي قطعته هكا غير بيدي هكا طريفات صغار، وغادي نضيفها او غادي نكبها فوق العجين الاول اللي خدينا حضرنا ديال الكوكيز. غادي نضيفها هكا، ندير هكا طبقه كيف ما كتشوفوا. غادي نقادها هنا ديجا راني درت الفران هكا كيسخن على 180 درجه. هنا انا غادي نرشها بشويه ديال اللوز ايفيلي وكيبقى اختياري عفوا، تقدروا تستغناو على هذه المرحله. وغادي ندخلوها للفران حتى كطيب وغادي نطلاقاو الفران كيف ما قلت لكم على 180 درجه. غادي نخليوها هكا طيب، وباش كنتاكدوا انها طابت كنبقاو نخشيو هكا مره كوردون. الا خرج لنا ناشف راها طابت. غادي ندوزو دابا غادي نقاد معكم الطورطه ديال الكوكيز بداك النص ديال العجين اللي بقى لنا ديال الكوكيز خليتها هكا. خديت انايا غادي نقادوها في هاد لي ميني طارت هكايا كيف ما كتشوفوا. كناخذها هكا وكنبدا نلبسها لداك لي مول ديال لا طارت. غادي نبدا هكا مستمره نلبسها غير بيد هنا هكا. الا ما بغيتوش نتوما تقادوا هكا العجين ديال الكوكيز منها هكايا زوج ديال الشكال، تقدروا تكتفيوا انكم ديروا غير نصف المقادير باش تحضروا بهم هذيك الطورطه او هذيك الطريقه. كنلبس داك العجين ليمون بعد ما كملتهم هكا. غادي نخلي منها هكا شويه باش نزوقها من الفوق. بالنسبه للطبقه ديال الشوكولا هنا عندي 80 غرام ديال الشوكولا. المقطع ديال هكا باش ذوبت الشكلاط. المهم انا نقول لكم شفويا ذوبت الشكلاط، زدت عليه دانيت، خلطتهم، خديت هذوك لي طاغ تكيتهم فرشيطه، من بعد حطيت عليهم خليط الشكلاط ودانيت، رشيتهم باللوز ايفيلي والكركاع وداك العجينه اللي نقصنا داك الطريف الصغير شديته هكايا وبديت كنقطعوا طريفات صغار وكنحطوا من الفوق ديال لاطارت. صافي وغادي ندخلوها الفران، غادي ندخلوها غنخليوها طيب. صافي راه وجد كيف ما كتشوفوا شعلت عليه هكا شويه من الفوق باش تحمر، غير شويه ماشي بزاف. كندخل هكا الكوردون او العود القطبان باش نشوفوه وجد. غنخليه يبرد عاد نديمو ليه. كذلك لي ميني طاغط حتى هما وجدوا، نخليهم حتى هما ماشي يبردوا غير يدفاو شويه عاد نديمو ليهم. نتمنى الوصفات اللي شاركت معكم اليوم يعجبوكم وينالوا استحسانكم. من احسن الوصفات اللي تقدري توجدي في طبيله العيد او لا في الطبيله ديال الضياف. صراحه تحميره الوجه وساهلين، ما كياخذوش الوقت بزاف، راه دغيا كتحضريهم. ولهكا ما بقى ليا الا نودعكم ونضرب لكم موعد في فيديو جديد ووصفه جديده، والى اللقاء في امان الله.